قال رحمه الله تعالى: ثم ارتحل أي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالأسارى والمغانم، ارتحل بهم أي إلى المدينة. قال: وقد جعل عليها أي الغنائم عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري رضي الله عنه وأرضاه، جعله على الغنائم. وأنزل الله تعالى في وقعة بدر سورة الأنفال، ولهذا جاء عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس والتابعين تسمية هذه السورة سورة بدر، لأنها نزلت في سورة بدر وذكر وقائع هذه المعركة العظيمة. وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، لأنه يوم عظيم مبارك فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأيد أولياءه المؤمنين ونصرهم نصرا مبينا، وخذل الكفار والمشركين. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء وادي بين بدر والمدينة قسم المغانم كما أمره الله تعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم في كتب السير أن هذه أول غنيمة، لكن مر معنا أول غنيمة في بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، فيحمل ذلك على أنها أول غنيمة أي في معركة دارت رحاها بين المسلمين والكفار، فكانت هذه أول غنيمة للمسلمين، أو أول غنيمة يعني كبيرة وعظيمة، وفيها العدد الكبير من الأسرى ويعني العدد الكبير من الأموال. قال: وأمر بالنضر ابن الحارث فضربت عنقه صبرا، وهذا كان من أكبر المعادين لدعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان شاعرا، وكان أيضا بشعره يعادي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس ويحرضهم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأمر به صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه صبرا، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرثته أخته ويقال ابنته قتيلة أو قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما زعموا في تضعيف لهذا الخبر: لو سمعتها قبل لم أقتله، لو سمعتها يعني هذه القصيدة في رثائه لم أقتله. لكن هذا لم يصح، هذا الخبر لم يصح، أورده ابن هشام بدون إسناد، ولهذا ذكره ابن كثير رحمه الله في صيغة فيها إشارة إلى ضعفه، قال: فيما زعموا. ولما نزل عليه الصلاة والسلام فلما نزل عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. وعقبة هذا أيضا كان من ألد الخصوم وأشدهم ضراوة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، في أذاه خاصة. وكان مرة عليه الصلاة والسلام يصلي في الحجر، فجاء عقبة هذا بثوبه وخنق به الرسول عليه الصلاة والسلام، خنقه بثوبه يعني يريد قتله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وأيضا جاء مرة بروث البعير وسل الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ووضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم، فأماطته فاطمة رضي الله عنه. ومرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد أيضا تعرض له بأذى آخر. فالشاهد كان هذا عقبة بن أبي معيط من أشد الكفار
أذن للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فأمر به صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه، وكان يلتمس ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في جملة هؤلاء الأسرى، وأن يكون شأنه شأن هؤلاء، فلم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من ذلك وأمر به، فضربت عنقه في هذا المكان. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا يصنع بهم، فأشار عمر بن الخطاب بأن يقتلوا، أشار عمر بن الخطاب بأن يقتلوا جميعا، وعددهم 70 رجلا. وأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء، يعني أن يفدى الواحد منهم بمال يقدمه المشركون فيسلم لهم، وهذا فيه قوة للمسلمين وفيه تحصيل لشيء من القوة لهم والتمكين. فأمر أشار عليه أبو بكر رضي الله عنه بالفداء، وهوي أي مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قاله أبو بكر، فحلل الله لهم ذلك. قال: وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتب في قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال: وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس حديثا طويلا فيه بيان هذا كله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنائم لهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. يعني هذا اليوم كما عرفنا هو يوم الفرقان، وأصبح للمؤمنين بعده شوكة وقوة وظهور وتمكن وغلبة وهيبة في النفوس. فبدأت ظاهرة النفاق تبرز. يعني قبل ما كان هناك حاجة أن يظهر أحد إيمانه وهو في باطنه ليس بمؤمن، لكن بعد هذا الظهور والتمكن
يوم بدر، يوم الفرقان، اليوم الذي أعز الله أهل الإيمان وجعل لهم الهيبة والقوة، بدأت ظاهرة النفاق، وهي أن أناسا دخلوا في الإسلام تقية وهم في الباطن ليسوا بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم وإنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا في من حضر بدرا. نعم.